السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم والذ كيك، الكيك اليومي اللي نقدر نعمله لولادنا ونفطرهم بيه كل يوم. ايه رأيكم بقى؟ شايفين هش ازاي؟ تحفة، حلو قوي. وكمان هنعمله النهاردة بمكونات موجودة في كل بيت ومغذية جدا لأولادنا. شايفين مكونات بسيطة ازاي؟ معايا 3 كوبايات دقيق بنفس معيار الكوبايات دي. انا مجمعه كل الكوبايات اللي في البيت اللي شبه بعضيها. ومعايا كمان كيس بيكنج باودر كامل، ومعايا 3 كوبايات زبادي. الكوبايه الواحده قد نص كوبايه من المج ده، فانا معايا 3 كوبايات زبادي، يعني كوبايه ونص من المج ده. ومعايا 4 بيضات، ومعايا كوبايه زيت، وكوبايه ونص سكر، ومعلقه كبيره خل. ده محسن كيك طبيعي خالص. ومعايا بقى انا بحط لكل بيضة كيس فانيليا. فالنهاردة هعمل ميكس بيبقى طعمه تحفة وطلع طعمه خرافة. كيسين فانيليا، وهاخد كمان معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة وذرة ملح. كل المكونات دي هضربها في الخلاط. سهل قوي، نقدر نعمله لولادنا كل يوم. اول حاجة بقى هنزل بيها البيكنج باودر، هنزل بيه على الدقيق ده معايا لكل الاستخدامات. بلاش بتاع المخبوزات، هيطلع معاكي شبه التوست كده ناشف، مش حلو، مش هيعجبك. هاتي الدقيق بتاع كل الاستخدامات اللي هو جميع الاغراض. هنقلبه كويس جدا مع بعض. شايفين؟ سهل قوي. بالمضرب السلك كده ضربته كويس. هحط بقى الخليط ده على جنب، وجبت شفشق الخلاط. هنزل بقى بكل حاجة وكمان الملح. هنزل اول حاجة بالزيت، وكمان هنزل بكوباية ونص سكر. ما كانش مسكر ولا حاجة، كان سكره مظبوط جدا، هيعجبك قوي ان شاء الله. معلقة كبيرة خل، وهنزل كمان بالبيض 4 بيضات. اهم حاجة يكون كل المكونات بحرارة المطبخ. ذرة الملح. هنزل كمان بالزبادي. قبل كده عملت نفس المكونات ديت بس بالسيفن اب عشان كان متوفر عندي. ممكن تعمليه بالبرتقال، ممكن تعملي باللبن. كل المقادير واحدة، يعني بدل الزبادي كوباية ونص برتقال، كوباية ونص لبن. ما عنديش لبن، ما عنديش برتقال، ما عنديش زبادي، هاتي كوباية ونص مية وحط عليهم 3 معالق كبار لبن بودر. ما عنديش لبن بودر، هاتي كيس تانك وحطي كوباية ونص مية وكيس تانك برتقال، اناناس، الطعم اللي انت تحبيه. شايفة؟ المهم ان انت تعملي حاجة تكون مغذية وحلوة لاولادك، وهم كمان هينبسطوا. وممكن كمان نعمل المكونات دي ونحطها في كب كيك. هنزل بمعلقة صغيرة فانيليا سائلة، حاجة بسيطة كده بتدي طعم وريحة تحفة. وهنزل كمان بكيسين الفانيليا. اقرب بس الشفشق كده شوية. انزل كده بالفانيليا. من سهولة الكيكة دي يعني مش هتقطعيها من بيتك. اهم حاجة الحاجات دي ما تقطعهاش من البيت بجد. هنضرب بقى الخليط ده كويس قوي. جبت بقى الدقيق والبيكنج باودر وهنزل عليه بالخليط ده كله. شايفين السهولة؟ تصدقوا بقى ان الكيكة كده خلصت؟ سهلة جدا. انا بنتي الصغيرة بتعملها على طول، بس هي بتحبها بالشوكولاتة، وابني بيحبها بالفانيليا. هي لما بتيجي تعملها بنفسها بتعملها بالشوكولاتة، وانا لما بعملها بالفانيليا علشان خاطر ابني. نقلبها كويس قوي عشان اي تكتلات في الدقيق تروح. شايفين كده؟ في منتهى السهولة. هنلاحظ بقى دلوقتي في فقاقيع كده هوا. عارفين ده من ايه؟ من البيكنج باودر لما اتحط عليه الخل بيعمل فقاقيع، علشان كده بتطلع هشة جدا. اهو شايفين الفقاقيع دي معايا؟ يا رب تكون واضحة.
شايفين الخليط ابيض ازاي؟ بتطلع هشة وبيضة وجميلة. جبت بقى كده معايا صينية بايركس مربعة، تقدري تعمليها في صينية، المهم تكون مقاس 30، مدورة او مربعة او مستطيلة اللي تعجبك. وجبت معلقة سمنة كبيرة، بلاش زيت يا جماعة. جبت معلقة سمنة كبيرة ودهنت بيها الصينية كويس جدا جدا جدا. الزيت بقى لما الكيكة بتبات بيدي طعم كده مش حلو فيها وريحة مش حلوة، لكن السمنة بتبقى حلوة جدا وبتدي طعم حلو قوي قوي للكيكة. شايفين؟ انا ولا عايزاها سائلة قوي ولا عايزاها ايه جامدة تقيلة، لا. شايفين سمكها كده عامل ازاي؟ كان قوامها مظبوط قوي. هنزل كده بكل العجينة. شايفين السوا ازاي بقى؟ انا دلوقتي فاتحة الفرن على المتوسط. الفرن عندي مفهوش ايه درجات حرارة، فانا بفتحها على المتوسط. اول ما احطها واقفل باب الفرن بعلي ايه درجة الحرارة على اعلى حاجة 10 دقايق، وبرجع ارجعها تاني على المتوسط علشان خاطر الهواء اللي دخل من فتحة الباب بتاع الفرن يسخن بسرعة. تعالوا بقى نشوف انا بحطها على انهي مستوى للتسوية. انا دلوقتي عندي الفرن بتاعي 6 مستويات، ادي 1 2 3 4 5 6 6 مستويات لايه للتسوية. فانا بحط الرف او الشبكة على رابع واحدة الاقرب للشواية علشان خاطر فوق وتحت يستووا زي بعض بالظبط، ما بحتاجش افتح الشواية عليها. شايفين بقى لونها ذهبي وتحفة؟ ايه رأيكم بقى؟ جميلة جدا. شايفين هشة ازاي؟ طبعا سبتها لغاية لما هديت شوية عشان اعرف اقطعها وما تفرفتش معايا. ايه رأيكم؟ حلوة قوي. هقطع بقى جزء منها كده عشان نشوفها مع بعضينا. يا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة وتقدري تنفذيها. شايفين بقى باخد كده جزء اهو. ان شاء الله لما تعمليها لاولادك هيفرحوا بيها جدا، وكمان جوزك هينبسط قوي قوي، هتعجبهم جدا جدا جدا. شايفين بقى عالية ازاي؟ شايفين بيضة قوي جدا ازاي؟ حلوة قوي وهشة جدا، عجبت اولادي قوي. ربنا يبارك في عمر اولادكم وازواجكم يا رب ان شاء الله. لو عجبك بقى الفيديو حبيبة قلبي اعملي لايك واشتركي في القناة بسرعة لو ما اشتركتيش، واهم حاجة فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.